في الفيديو النهارده هكلمكم عن العادة السرية، أضرارها وفوائدها لو موجودة، والأساطير اللي بتتقال عنها وإزاي نبطلها. يلا بينا نتكلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده موضوع حساس جدا ومحدش بيقرب له رغم الخرافات والحاجات الخطأ اللي بتتقال عليه الكتير جدا. هنتكلم النهارده عن العادة السرية او البرايز زي ما بنقول. ايه هي اضرارها؟ ايه هي فوائدها لو موجودة؟ ازاي نبطلها؟ الفرق بين العادة السرية والجماع. فيلا نبتدي. اول حاجة حابب اتكلم فيها اني هتكلم عن موضوع العادة السرية من وجهة نظر العلم. انا ماليش دلوقتي دعوة هي حلال ولا حرام، احنا كبار دلوقتي كفاية عارفين ايه الحلال وايه الحرام وايه الصح وايه الغلط. فانا النهاردة مش جاي اتكلم ان هي حلال ولا حرام، دي مش حتتي وانا مش شيخ. انا هتكلم عن العادة السرية من وجهة نظر العلم. كويس؟ يلا نبتدي. اول حاجة، ايه هي تعريف العادة السرية او البرايز؟ العادة السرية هي التحفيز اليدوي للاعضاء التناسلية عند الراجل او عند السيدة للوصول للنشوة الجنسية بدون اتصال جنسي. كده عرفنا العادة السرية، انك بتعملها لوحدك من غير اتصال جنسي. تاني حاجة هنتكلم فيها هي الاساطير اللي بتتقال حوالين موضوع العادة السرية. دي حاجات كلها غلط، كل المفاهيم اللي هقولها لك دلوقتي غلط. اللي كان بيقول لنا الكلام ده زمان ولحد دلوقتي الكلام ده بيتقال، هو هدفه انك تبطلها مش اكتر. اما الكلام ده من وجهة نظر العلم غلط تماما. اول حاجة ان العادة السرية بتضعف الركب. العادة السرية ما بتضعفش الركب. العادة السرية مرتبطة بمرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ دي انت بتطول فيها، انت اوريدي عظمك وعظم ركبك بيطول، فبالتالي اكيد هتحس بألم في الركبة. تاني حاجة بيقولك بتسبب ضعف النظر، ده غلط. بتسبب حبوب، ده غلط. بتسبب عقم وبتسبب قلة الحيوانات المنوية. الكلام ده كله اساطير وغلط، مفهوش اي حاجة صح. تالت حاجة هنتكلم فيها ايه هي الفرق بين العادة السرية والجماع. حاجة واحدة هي الفرق بين الاتنين، انك لما بتمارس العلاقة الحميمية بيتفرز هرمون اسمه هرمون الحب او الاوكتيسيزون او الاوكتيسيزون. اوكتيسيزون الفروخريتو كاتنو الكركوت كاتنو الكروخريت. الهرمون ده بيتفرز في 3 اوقات بس. اول حاجة في العلاقة الحميمية، تاني حاجة عند الولادة، تالت حاجة عند الرضاعة الطبيعية. يبقى ده اسمه هرمون الحب، ده بيتفرز في العلاقة الحميمية، ما بيتفرز في العادة السرية. رابع حاجة وركزوا معايا يا شباب، الأضرار الصحية للعادة السرية. أول حاجة وأهم حاجة إنك بتفقد جزء كبير جدا من المعادن والأملاح اللي في جسمك. أنت لما بتعملها بتفك بارزة، دي بيطلع معاها كمية معادن وأملاح كتيرة جدا. تاني ضرر، وده حاجة مهمة لينا كلاعيبة كمال الأجسام، إنك جسمك بينخفض فيه معدل حرق الدهون. ده ليه؟ لأن جسمك هرمون التست فيه قل جدا. هرمون التست هو اللي بيبني العضلات وهو اللي بيحرق الدهون. لما بيقل في الجسم جسمك ما بيحرقش دهون. يبقى تاني ضرر، جسمك ما بيحرقش دهون، بيقل جدا في حرق الدهون. تالت ضرر، جسمك بيخزن الدهون بشكل غير طبيعي. رابع ضرر، ودي حاجة مهمة جدا، لما بتفرط فيها بتعملها في اليوم اكتر من 3-4 مرات، كده هتخلي حمادة يورم. خامس حاجة زيادة الحساسية عند حمادة. طبعا حمادة في الوقت ده هيقولك ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا. زيادة الحساسية يعني ايه؟ اي حاجة هتقرب او هتحك فيها كده انت هتستثار جنسيا. دي كده اضرار العادة السحرية. دي كده اضرار العادة السرية الصحية. بعد كده
خامس حاجة أضرار العادة السرية النفسية. ركزوا معايا جدا، الأضرار دي كفيلة إنها تدمر مستقبلك. أول حاجة إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية. أنت بتبقى حياتك كلها حوالين إنك عايز تتفرج وعايز تفك. يا شباب الحاجة دي خطيرة جدا. أنا مش هكلمك في أضرارها الصحية، أنا هكلمك في أضرارها النفسية. الأضرار النفسية دي كارثة، بطلها. أول حاجة هتدمن الأفلام الإباحية. خلاص أنت كده مخك اتبرمج إن هو هياخد كفايته ومتعته من الأفلام الإباحية. هتبقى طول اليوم عايز تختلي بنفسك وعايز تخلص نفسك. طبعا مفهوم، هتضر مستقبلك جدا، مش هتبقى مركز في أي حاجة في حياتك، مالكش دعوة باللي بيحصل حواليك في دنيتك، انت في دنيا تانية غير اللي حواليك. ده أول حاجة. تاني حاجة الكسل. انت بعد ما بتعملها طبعا بتبقى عامل تبقى زيك زي فردة الشبشب، ما بتبقاش قادر تتحرك، ما بتبقاش قادر تعمل أي مجهود، كسلان، مش قادر تروح شغلك، مش قادر تعمل أي حاجة مفيدة. تالت حاجة ودي خطيرة جدا، فشل حياتك الاجتماعية. لما بتتعود على الأفلام الإباحية بتنعزل، بتكتئب، بتحبط، بتقفل على نفسك دايرتك، بتفشل انك تعمل اي علاقة مع اي حد. والعلاقة دي محدش يفهمني غلط، انك تتكلم مع اصحابك، انك تتكلم مع اهلك، انك تبقى انسان سوي. رابع ضرر نفسي الندم وتأنيب الضمير وتأنيب الذات. بعد ما بتخلص الموضوع اللي بتعمله ده بتحس بالندم وانك مش طايق نفسك وخلاص على اخرك. ده حاجة خطر جدا جدا. اما بتوصل للمرحلة دي جسمك بيتفرز فيه هرمونات خطيرة جدا بتبوظ لك جسمك. سادس نقطة هنتكلم فيها هي فوائدها. اي حاجة هقولها لك دلوقتي من فوائد العادة السرية مش انا اللي عامل عليها ابحاث، كلام جامعات بره في امريكا وفي كندا، وعاملين الدراسات دي على عدد رجالة حوالي 20 ل 30 ل 50 الف. فدراسات جاية من بره. اي حاجة هقولها لك مش مقتنع بيها دي مشكلتك مع الدراسات والجامعات دي. اول حاجة تحسين النوم والنوم العميق، بتحسن جودة نومك لأبعد مدى. لما بتخلص اللي بتعمله بتبقى نايم نوم عميق جدا، مش دريان بحاجة، مش دريان باللي حواليك. تاني حاجة بتخفف الإرهاق والتوتر والاسترس. تالت حاجة زيادة القدرة على التركيز. رابع حاجة تحسين الحالة المزاجية والمود. خامس حاجة تحسين قدرتك الجنسية وتطويل مدة العلاقة الجنسية بعد كده. سادس حاجة رفع مناعتك ومقاومتك للأمراض. الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها دلوقتي اللي هي الفوائد بتاعت العادة السرية ما تاخدوهاش كمبرر إنك تعملها، دي حاجة لمجرد العلم بالشيء، ما تاخدهاش كمبرر ووسيلة إنك تعملها. تمام؟ اللهم بلغت. نخش على آخر حاجة وهي طرق العلاج. اهم حاجة لو عايز فعلا انك تبطلها ما تحاولش انك تبتدي السيناريو من اول حاجة. هي عملية العادة السرية دي بتتكون ازاي؟ هي بتبقى عبارة عن دايرة. هتبتدي انك قاعد لوحدك، انك ماسك التليفون، انك هتقول هتتفرج على صورة على فيديو وهتقوم على طول مش هتعملها. صدقني الكلام ده مع ناس كتير اعرفها وجاب معاه نتيجة كويسة قوي. اول لما تحس انك لوحدك، اول لما تحس انك عايز تمسك التليفون وتتفرج على حاجة، اعمل عكس كده تماما. تديش لنفسك فرصة انك تبتدي تقطع على نفسك اي حاجة ممكن تثيرك. ما تقعدش لوحدك، تمسكش التليفون تتفرج على اي حاجة. اول لما تحس انك ابتديت تخش في السكة بتاعت اقطع على نفسك الموضوع ده فورا. هو ده العلاج، مش هكلمك عن اي حاجة تانية، هو ده الوسيلة الوحيدة اللي هتخليك فعلا تبطلها. ما تقعدش لوحدك، اشغل نفسك بأي حاجة، انزل اتمرن، العب كورة، اشغل نفسك بأي شكل. ما تقعدش لوحدك أبدا. ما تقولش أنا هتفرج على صورة أو على فيديو ومش هعملها. صدقني هو بيبتدي بكده وبينتهي وانت عارف بينتهي بإيه. خلاصة الفيديو وإن الكلام يتفهم صح وإني مش بشجع ليها. إحنا كلنا عارفين الحلال من الحرام وكبار كفاية. في ناس عدت المرحلة دي بسلام وخلاص كانت مرحلة في حياتها وخلصت، وفي ناس معاها لحد دلوقتي. في ناس اعرفها متجوزة ولسه بتمارس العادة السرية. انت خلاص ادمنت العادة السرية، عقلك اتسيستم واتبرمج على كده. عمرك ما هتحس بالمتعة مع مراتك، عمر ما هتحس بالمتعة مع شريكتك. ممكن تسيبها وتقوم تعمل وتفك واحد. فركزوا في النقطة دي.
فعلى قد ما تقدر حاول تبطلها وانت في سن صغير. الموضوع هيتطور معاك وهياخد ليفل تاني خالص. كل حاجة كترها وحش. كتر المية ممكن يجيب لك تسمم، كتر النوم وعدد ساعات النوم الزيادة جدا ممكن يجيب لك خمول. الاعتدال في كل حاجة مفيد جدا، وحاول تقلل منها تدريجي. صدقني انت كده في اول خطوة صح. الناس اللي بتشتكي ان عندها طاقة جنسية ومخزون ومش قادرة وخلاص هتفرقع، انت فعلا لو عندك الطاقة الجنسية والكبت ده، انت وانت نايم جسمك مبرمج نفسه انه لو الحاجة دي زايدة عنده قوي بتخش في محاكاة كده وسيميوليشن، حاجة اسمها الاحتلام، بتفرغ كل الطاقة الزيادة اللي عندك. حاجة كده من ربنا، تبقى زي مكافأة. اخر حاجة حابب ان اتكلم فيها ان الموضوع ده محرم. الموضوع ده اتحرم، يبقى مفروض انك توقفه، مفهوش جدال. انا مش شيخ طبعا عشان اقولك هو متحرم ليه، بس ممكن اقولك حاجة حوالين الموضوع ده. ان ربنا خلق الانسان لتعمير الارض. دلوقتي انت ما بتمارس العادة السرية انت بتكتفي ذاتيا بنفسك. تكتفي ذاتيا ازاي؟ انك ممكن ما تحتاجش انك تتجوز اصلا. في نهاية الحلقة حابب اقولك ما تعملهاش، حاول تبطلها، حاول على قد ما تقدر تخلص منه بسرعة. خلي بالكم من صحتكم ومن مستقبلكم، اثارها النفسية مدمرة للمستقبل. لو الحلقة فادتك بأي حاجة متنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناة لو مش مشترك، واستنى الحلقات الجديدة. سلام.